مرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نشوفوا هذا الفيديو نتمنى اي واحد مش مشترك في القناة يدير لنا اشتراك في القناة ولايك للفيديو. نخلوكم مع هذا النائب البرلماني وش قال على قناة الهدام. أوقفوها. بالأمس فريق تنقل إلى مدينة جنوبية دخل بحراسة جمهورية، حسبناه كاش رئيس دولة داخل ثماتي. عيب أننا نخاف من بعضنا الجزائريين، عيب من أجل جلد منفوخ توقع هذه الفتنة بين الجزائريين، ومن خلال قنوات مثل قناة الهداف، مثل قناة الهداف التي تزرع في الفتنة وأنها تفرق بين الجزائريين. أرجو التدخل مع وزير الاتصال لوقف هذه القناة. على بالكم باللي الشعب الجزائري أو أغلب الشعب الجزائري كامل متوافق مع هذا النائب، لأن هذا النائب الكلام تاعو جابه من وسط الشعب الجزائري. هذه القناة ما عندنا حتى فايدة فيها، فقط أنها تدير في الكراهية، خطابات الكراهية، وتشحن في الشعب ويعني ويحرضوا بين هذوك الجمهور والجمهور الآخر. يعني واحد المشاكل راهي كبيرة في القناة هذه، لأن أصلا احنا التوقيف تاعها يعني مهم بالنسبة للشعب الجزائري، لأن أصلا ما فيها حتى فايدة. أي يقولوا لي راهي تشري في المباريات، راهي تفوت في المباريات تاع الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي مثلا والدوري الجزائري، ما يتخدم حتى في حاجة هذه القناة، ما يدير فيه والو، فقط ياكلوا في الخبزة وقاعدين ثم يضرب في 40-50 مليون ويحرض في الشعب. واحد يموت مش عارف وين، وواحد يروح يضرب واحد في الشرق، والاخر يروح للجنوب يضرب، والاخر يروح للشمال مش عارف شنو يصرالو. ابن عمي وراكم رايحين هذا. يعني احنا نطالبوا يعني بتوقيف هذه القناة، ولازم هذوك الشرذمه اللي راهم يخدموا فيها لازم يتسبونداو، لانهم اصلا ما عندهمش، مش اكاديميين هذوك، اصلا ما عندهمش علاقه بالرياضه كاع، لا علاقه، يعني بعد كل البعد. ليسونسيال اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه باش دائما يوصل النداء نتاعنا، والحمد لله راه وصل للنائب هذا ومازال يزيد يوصل.